قصة هند من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هي تجسيد حي لجروح الطفولة اللي ما اتشافتش من خلال هند ويوسف ويسرى، وبتعرفنا إن الجرح ده لو ما اتشافاش بيتكرر تاني في شكل علاقات وأحداث جديدة. نبدأ بهند. هند عندها جرح فقدت مامتها وهي صغيرة وباباها تخلى عنها، بالرغم إن خالتها كانت حنونة وولاد خالتها كانوا حنونين جدا معاها، بس فضل عندها خوف عميق من الفقد. ولما كبرت بقت بتدي وبتضحي زيادة عن اللزوم عشان تمسك في أي علاقة. جابت ليوسف عيادة من ورثها كله، اكتشفت إنه متحرش وبرضه فضلت تبرر وتدافع عنه. أصبح عندها تعلق شديد، كأنها بتقول جواها لو اديت كتير هاخد شوية حب واهتمام ومش هتساب. هند اللي كانت خايفة منه حصل، يوسف سابها والجرح اتكرر تاني. نيجي ليوسف. يوسف اتعرض لجرح إهمال وتحمل مبكر للمسؤولية. مامته كانت مشغولة طول الوقت بشغلها وسابته وسافرت يربي أخته لوحده، وتفاجئ إنه بقى مسؤول عنها ومسؤول عن نفسه. اتحرم من الاهتمام، من الرعاية، من إنه يكون طفل طبيعي. الجرح ده خلى جواه غضب وعجز، فكبر وعنده صرخة جواه: هاخد اللي اتسلب مني زمان، سواء كان من حقي أو مش من حقي. وهنا نفهم ليه بقى متحرش ومستغل، بيحاول ياخد أي حاجة تعوض حرمانه. عنده جوع عاطفي حتى لو على حساب غيره. حتى في علاقته مع هند ليلة الفرح قال لها يا تسيب شغلها يا يسيبها. بقى متسلط ومتلاعب وعايز يستغل حبها وفلوسها عشان هو يحس بالقوة. وده هنلاحظه في الكلمة اللي قالها: أنا مسستمها. يسرى زي يوسف اتعرضت لنفس الجرح، غياب الأم، ما لقيتش اهتمام. لما كبرت لبست قناع البرود: أنا لو ما حسيتش مش هتوجع. ده الصوت اللي جواها، وده خلاها تقف مع أخوها حتى وهو بيظلم هند. الدرع ده حماها من الوجع، لكنه في نفس الوقت حرمها من التعاطف وخلاها شريكة في الأذى. الخلاصة: هند بقت متعلقة بشدة، لغت نفسها وبقى عندها قناعة إن هي تدي كتير عشان تاخد شوية حب. يوسف اللي اتحرم وهو صغير فكبر ياخد بطريقة مؤذية ويأذي كل اللي حواليه. ويسرى اتعرضت للإهمال فاختارت البرود. المسلسل قصة حقيقية للمؤلفة هند عبد الله، ورسالته العظيمة إن الجروح اللي ما بنتشافاش منها بترجع تاني في شكل دروس أقوى علشان نواجهها ونتشافى منها، بدل ما نتحول من ضحايا لمؤذيين لنفسنا ولغيرنا، وتأثر على علاقاتنا واختياراتنا.